اسمح لي اقول لك ان احنا داخلين على موسم القرصنه، موسم اختراق الايميلات وموسم سرقه القنوات، فلازم تكمل الفيديو ده لحد الاخر عشان تعرف ايه اللي لازم تعمله علشان تتفادى ده. كلنا عرفنا عن المشكله او الفضيحه الكبيره اللي حصلت لجوجل من سرقه باسورد من ايميلات ناس شهر 6 اللي فات. لازم تكون مأمن الايميل بتاعك باقصى درجات التأمين. لازم اول حاجه الباسورد تبقى اقوى باسورد في الدنيا، وهو كده كده في الريكومنديشن بيقول لك انك لازم تحط فيها سبيشال كاركترز، ولازم تحط فيها ارقام، ولازم تحط فيها حروف كابيتال وحروف سمول. تاني حاجه لازم تفعل الاوثنتيكيشن، الجوجل اوثنتيكيشن ده برنامج بتنزله من جوجل، ومن خلاله بتحط الاكونت بتاع الجيميل وبيتبعت لك بعد كده كود بتدخله على الايميل. في حاجه تانية مهمه جدا اسمها السكيورتي كي. السكيورتي كي ده جهاز بتشتريه موجود دلوقتي عادي في مصر، ممكن تشتريه من على امازون عادي. اس بي ده مش هيعرف يخش على الايميل بتاعك غير من خلاله. وفي حاجه تانية اسمها الباك اب كودز، دي وسيله بنلجا لها بعد ما خلاص بقى السبل كلها انتهت ان احنا نخش على الايميل. الباك اب كودز دي حوالي 10 ارقام اكواد بتسيفهم على الموبايل عندك، وبعد كده بتقدر تستخدمهم، وطبعا هو استخدام واحد بس للكود، فبالتالي انت معاك 10 اكواد تقدر تستخدمهم بعد كده. ولازم تخش تعمل الحاجات دي كلها علشان تبقى متاكد ان الايميل بتاعك فيه امان وما يحصلوش اي مشاكل. يا ريت اكون فدتك بالمعلومه الصغيره دي. شكرا ليك.